السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. هنعمل بقى مع بعض النهاردة الجلاش، وهنعمل مع بعض كمان الكنافة بالطريقة التقليدية العادية البسيطة المصرية، طريقة كل ام مصرية. اول حاجة معايا نص كيلو من الكنافة. بعد كده ما بيدخلوا الفريزر بيكون سهل جدا ان احنا نفتتهم بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. هضيف عليهم سكر بودرة، وهضيف معلقتين كبار من السمنة السايحة، وهقلبهم بقى كويس جدا. انا عاوزة السمنة مع السكر كده مع الكنافة كلهم يمتزجوا مع بعض ويدوبوا كده دوبان. وبعد كده صينية بقى، صينية فرن مدهونة كويس جدا بالزبدة. هنزل بقى بنص كمية الكنافة اللي عندي، هوزعها كويس جدا على الصينية. واهم حاجة ان انا اضغطها كويس جدا. انا محتاجة كده ان انا اضغطها كويس، انا عايزاها تكون طبقة متماسكة وتكون مضغوطة كويس جدا، ويعني ايه عاملاها كده زي طبقة متماسكة جدا، عشان اقدر افرد عليها الحشو بقى بتاعي بكل سهولة. واعمل الطبقة التانية ما تكون متساوية معايا ومظبوطة. الحشو اللي انا عملته كان عبارة عن زبيب وسكر وجوز الهند، وتقدروا تحشوا الحشو اللي تفضلوه واللي تحبوه، مفيش اي مشكلة. لكن احنا بنتكلم عن الحشو التقليدي، طريقة الكنافة بالطريقة المصرية التقليدية بتاعت زمان. بعد بقى ما حطيت الحشو، حطيت الطبقة التانية وكبستها كده كويس جدا وسويتها، واضغط عليها كويس جدا بحيث ان هي تكون متماسكة. عندي بقى زبدة سايحة وبالفرشة كده، وابتدي ادهن الوش بتاع الكنافة كويس جدا بالزبدة بتاعتي. انا عايزاها كده تاخد لون ذهبي كده ولون جميل لما تدخل الفرن. زي بقى ما احنا شايفين كده بوزع الزبدة بشكل متساوي بالفرشة كده على وش الكنافة، كلها تاخد كده لون حلو عشان لما تدخل الفرن تاخد معايا لون جميل. خلصت كده ودخلتها بقى الفرن، ويجي بقى كده دور الجلاش. كنافة وجلاش يعني مع بعض كده حاجة كده ايه، بتاعت اعياد زمان. الجلاش يعني انا هحشيه بنفس حشو الكنافة، برضو سكر وزبيب وجوز الهند. قلبتهم كويس مع بعض، وعملت بقى ايه الجلاش كده رول زي ما احنا شايفين، وقطعته صوابع. وفي صينية فرن بقى مدهونة بالزبدة هبتدي كمان احط او ارص صوابع الجلاش بتاعتي. كده بقى الكنافة اخدت لون دهبي جميل وخرجت من الفرن. اسقيها بقى بالشربات اللي انا مجهزاه وبارد عندي من قبل ما اعمل الحلويات. اول بقى ما يخرجوا كده من الفرن بعد ما خدوا اللون الذهبي الجميل ده، ابتدي بقى اسقيهم على طول بالشربات البارد. طبعا طريقة الشربات عملناها مع بعض كتير. كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من المية، برفعهم على النار مع فانيليا وعصير نص ليمونة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم فيديو جاي. سلام.